الإرث التاريخي برز كان خصنا نروجوه مع المجتمع ككل. مثلا نقول المجتمع، جمعية المجتمع المدني، التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، الأسر والعائلات الزوار ديال المدينة. كيفاش ممكن نديروا باش نجعلوا مدينة سلا تستقطب الزائر والسواح والمواطن؟ هذا هو الإرث الحقيقي اللي بغينا نشتغلوا عليه باش نطوروه حتى نمحي ماذا كان يروج ويقال حول المدينة بأشكال متنوعة. هذا المشروع هو مشروع حضاري إنساني تنصرفوه من خلال الثقافة، باش نبينوا الفضاءات ديال المدينة، نبينوا الشباب ديال المدينة الفنانين والمهتمين، بينوا جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل مدة طويلة كمتطوعة وفاعلة. اليوم بغينا نكونوا احنا مؤطرين لها، مصاحبين لها، داعمين لها. وكذلك بغينا نبينوا بعض الفنانين السلويين، منهم الأحياء ومنهم الأموات. مثلا نكرموا مثلا غادي نديروا بالأمور الثقافية بجماعة سلا. اليوم كانت فرصة تقديم البرنامج الثقافي ديال جماعة سلا لسنة 2025. سنعتبر هذه اللحظة تأسيسية لعلاقة جديدة ما بين المؤسسة المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الصحافة المحلية والوطنية، ومن خلالهم الرأي العام الوطني، لأنه مدينة سلا برمجت برامج سنوية من أجل أن يكون عندها تصور متكامل على حول السنة، في برامج متنوعة قوية في مضمونها وتنوعها. هذا التنوع اللي تيتجلى في المواد الفنية المتنوعة. البرنامج ديالنا كيف ذكرت في داخل الجلسة هو برنامج تكون فيه حنا كمؤسسة ديال الجماعة المنتخبة، مؤسسة منفتحة داعمة مواكبة لمجموع الأنشطة اللي يمكن تنظمها جمعيات المجتمع المدني. ولكن هذه المرة جماعة سلا كانت عندها قوة اقتراحية وكانت مبادرة، وقررت واقترحت واحد مجموعة من الأفكار من أجل النهوض بالمدينة سلا. ممكن تشوفوا من خلال البرنامج لأنه مدينة سلا العتيقة تحتوي على واحد 60 أو 70% من البرامج، ولكن عندما نتحدث على سلا سنذكروا على مدينة ب 12 القرن 200 سنة، وعندنا واحد مجموعة ديال الساحات والفضاءات والبيوت والمنازل. كان ضروري هذا الإرث التاريخي الإنساني العميق كان خصو يبان ويظهر، خصوصا بعد الترميم تاع المدينة العتيقة في إطار البرنامج الملكي تاع ترميم المدن العتيقة.